رسميا بن شرقي بن قلبي في الاهلي، بن شرقي سابقا وبن قلبي حاليا. بن شرقي في الاهلي خلاص رسميا لمده سنتين ونص. طبعا سمعنا السرينه والدنيا الحلوه، بس الفيديو التقديمي مش اللي هو مش مميز. عادي، انا كنت عايز اشوف بن شرقي بتيشيرت النادي الاهلي بينطق الكوره لابس تيشيرت النادي الاهلي، انما الوقت اللي شافه بتيشيرت النادي الاهلي كله ده فوتوشوب. الصور اللي نازله على بن شرقي بتيشيرت النادي الاهلي كله ده فوتوشوب، فانا ما شفتوش بتيشيرت الاهلي. فانا كنت مستني اشوف بتيشيرت الاهلي وبتاع، ومستني فيديو تقديم احسن من كده. يعني الصراحه من وجهه نظري الفيديو التقديمي مش احسن حاجه. انت مقدم مودست احسن من كده، مودست عامل له فيديو تقديمي فعلا كان حلو. فدي تعليقي. الحاجه التانيه بقى، الناس اللي بتقلل من بن شرقي وصفقه مش بن شرقي مش توب ومش عارف ايه. بن شرقي في اخر 10 16 مواجهه مساهم في 10 مساهمات تهديفيه، مسجل 4 وصنع 6. فانت في اخر 16 ماتش هو عامل 10. يعني ايه بن شرقي مش توب؟ لا طبعا بن شرقي كويس، وبن شرقي مستواه حلو، وبن شرقي مستواه عالي وكل حاجه. والناس برضو اللي بتقول بن شرقي سنا ومش عارف ايه، بن شرقي عنده 30 سنه، حسين الشحات عنده 32، زيزو اللي الزمالك عايز تجدد له عنده 29، مروان عطيه عمر كمال عنده 31 سنه. فاللي هو لا هو عبد الله السعيد يا جدعان النجم حاليا في نادي الزمالك عنده 41. انتوا فاهمين؟ والحاجه الثانيه الناس بتقول لك ان حسين الشحات احسن من بن شرقي. هو حسين الشحات مشى، ما حسين الشحات موجود. يعني انت كده عندك حسين الشحات وعندك بن شرقي، فيعني ايه وجه العلاقه؟ ايه وجه المقارنه ان حسين احسن من اشرف بن شرقي؟ انا مش فاهم. انتوا عايزين تفطسوا الصفقه وخلاص ليه؟ عايزين تقللوا من الصفقه ليه؟